هلو جايز، كيفكم؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم. اليوم معي بابا. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اللي ما بيعرف، أنا نشرت على الانستغرام إنه أخيرا التقيت ببابا بعد 11 11 سنة. سنة. تخيلوا. فاليوم رح أعرفكم على بابا هيك شوي. وشو رأيكم تبغى تشاري؟ كانت لوك جديد. شو رأيك أنت بابا؟ حلو. حلو؟ مهضوم. انا اسمي امين من سوريا، من حلب. قد إيه عمرك؟ لأنه كتير وصلنا هذا السؤال، ما تحب تقول. هذه وصلنا على 49. ما شاء الله. من كم يوم اساسا كان عيد ميلاد بابا، فكتبوا له كل عام وانت بخير بالكومنت. كمان نشرت على الانستغرام قلت لكم اسالوا اسئله لبابا، فاليوم حنشوف الاسئله ونجاوب عليها. فكرة متزوج يعني. لما بس هيك نشرت ابوي على الانستغرام عندي كثير ناس صاروا يقولوا انه مزوجين ابوكي وما بعرف شو، انه بعرف ابوي مزه حلو ما شاء الله، بس انه تقلوا وش بكون بابا شاف كل شيء. ها. اول سؤال بيقول شو كان شعوره لما شافك بعد سنين؟ أرض العطشان لما شربت مي. أكيد يعني. في سؤال هيك غريب شوي بس تكرر كثير. هاتي الأجي. كم بتقيم جمالي من 10؟ من 10. من 10. رقم 10 صغير، يعني ممكن أحط لك 90. 90؟ يعني أنا وحيدته للبابا على فكرة. السؤال اللي بعده بيقول ليش هيك سماكي؟ ليه سميتني ياسمين بابا؟ هي مشتق من وردة الياسمين، ياسمين الشام. هاي شغلة. الشغلة الثانية، ميم ياء نون من اسمي، وياسين كمان في عنده أخوي اسمه ياء نون. فكلاتنا هيك في آخر أمين، ياسمين، ياسين، يعني كلهم إين. آخر شي كلها نفس الأحرف. بيقولوا لك لما شفت ياسو على الواقع كنت بتخيلها هيك يعني بالحجم، ولا كانت ببالك لساتها بحجم قبل 11 سنة؟ يعني دايما الأب أو الأم بتشوف أولادها مهما كبروا بتشوفهم أو بتشوفوهم صغار. صغار قدامهم. وأنا لما شفتها، إني شفتها هي نفسها لما كانت قبل 11 سنة، بس طولانة شوي يعني. شوي. طولان شوي. ايه بس هي ملامح. بيقولوا لك شو أكتر صفة بتحبها وأكتر صفة بتزعجك بياسمين؟ لسه ما لحق يمكن نشوف فيني شغلات تزعجه، بس إنه معلش يلا قلي. الصفات الحلوة فيها إنها طيوبة، الصفات الما حلوة فيها إنها طيوبة كمان. لما يكون الإنسان اللي قدامك عم تعاملي معه بطيبة وهو محترم أو محترمة، ببين فيهم الطيب. ولما إنسان بيكون شرير وأنت عم تعاملي معه في طيبة وبيبادرك بالشر، هي ما حلوة طبعا. لذلك دائما لازم يكون الإنسان حكيم نفسه في تصرفاته مع الغير، ويقيم كل إنسان على حسب تصرفه. ما فينا أن أقيم كل الناس مثل بعضهم. تمام. شو بيقولوا لي؟ يا الله شو بيشبهك، قصدي بتشبهيه كتير، الله يخلي لك إياه يا رب. شو أكتر شي كانت ياسو تحب تسويه وهي صغيرة؟ أولا عن جد قد إيه أنا بشبه بابا؟ كتبوا لي بالكومنت قد إيه بشبهه. يعني طبعا أنا هذا الشي طبعا أنا بنبسط شعري فيه. أبيض وهي شعرها أحمر. هاي أول شيء لا تحطوه. لا كملامح أنا يعني ما شاء الله بشوف بابا كتير وسيم ومز وحلو، فأنا يعني كتير بنبسط إذا كنت بشبه بابا. شكرا. وأنا أكيد يعني لأنك تشبهيني أكيد بنبسط. طيب شو هو أكتر شي كنت أعمله أنا وصغيرة أو أحب أعمله أنا وصغيرة؟ تلعبي الباربي، هي اللعبة بالباربي. تحب تلبسها وتاخذها وتحطها وتغسلها. بتعرفوا إنه لما نزلت فلة، يمكن أنا أول حدا بسوريا بابا اشترى لي لعبة فلة. كان والله الحكي هذا زمان كثير كتير قديم، يعني أول فل ما المحجبة إيه كانت. كان لها عباية وحجاب وإلها بدلات وثياب. والله يمكن أنا أول حدا جبت لي فلة يا بابا. هي عن جد. كم بنت وكم ولد عند أبوكي؟ قلت لكم يعني على الدفتر 2. على الدفتر 2. في غيرنا يعني؟ ما بعرف. في غيرنا ما بنعرف فيهم؟ ما بعرف. طب عرفنا عليهم إذا أخواتي عم تشوفوا، يعني خبروني إنه أنا خبرونا. أختكم. بابا بحب يمزح كتير، يعني ما تاخذوا الأمور كتير جدية، بس إنه في أنا وأخوي. بس 2، ياسين وياسمين. بيقول لك هل ياسا كانت مشاغبة بطفولتها؟ قلت لها الله هيك هادية. بقولكن يعني تحطوها محلها بترجعوا بتلاقوا نفس المحل. شو الشي اللي حسيته ما تغير فيني؟ براءتك. براءتي لساتني بريئة. طفولة هيك بتحس لساتك طفلة. إنه صار عمري 24.
ما دخل الإنسان إذا كان هو شرير، إذا كان عمره سنة شرير ما دخل. بيقولوا لك شو ردة فعلك إنه ياسو كبرت وصارت مشهورة وكل العالم بتحبها؟ أكيد هالشي حلو إنها عملت هالشي بإيد بجهدها، يعني التميز. الإنسان أهم شي لما بيتميز بشي عم بيعمله أكيد رح يكون شي كبير. عم يسألوني أنت وين عايش؟ وين عايش أبوكي؟ حاليا بالنمسا، يعني بطلع بألمانيا والنمسا بين ألمانيا والنمسا بابا. وإيطاليا. أنا زوجتي من إيطاليا. سائلينك شو رأيك ببرنامجي؟ حلو، ظريف، بس فيه إحراج شوي والله لل للضيف؟ ممكن أوقات في انحراج. هو دائما أي برنامج أو أي لقاءات بتصير ما دائما بترضي كل الأطراف. كيف قدر يجيب هيك قمر مثلك؟ كيف قدرت؟ والله بصراحة يعني أنا يعني بنقول نحن مو غرور ولا كبرة، لا، دايما الحلو بيجيب حلو. يعني الإنسان على فكرة إذا ما حب حاله ما فيه يحب الناس. طبعا. لما الإنسان بيعرف يتعامل مع نفسه فيه يتعامل مع الناس. لك ايش أكتر شي تحبه في ياسر؟ أكتر شي شعراته. إيه حاليا؟ نحمين. شعراتي. هي شعرة دائما سبل، يعني هذا الشعراية كتير ناعمة. كنت أحب شعراتها كتير لحد الآن، يعني والله؟ هيك ألعب لي بشعراتها. يعني أنا صراحة شفت هذا السؤال شوي غريب، غيابك عن ياسو قدر يخفف حبك إلا ولا لا؟ هذا السؤال ما بينسأل لا لأب ولا لأم. صح، أنا كمان هيك حسيت. ما بينسأل. يعني أنا هلا بهالعمر هذا وأمي الله يخلي لنا إياها ويخليكم أمهاتكم، وأبوي كمان نفس الشيء. بحس يعني مهما صار بضل أنا ابنهم وبيحبوني وبيشتاقوا لي، ونفس الشيء إن كان هن أو كنت أنا. فقد ما ضل في مثلا سنين الواحد ما يشوف أمه ما يشوف أبوه حيضل أكيد ممكن دائما يكون زعلان، بس في أوقات ظروف بنحط الإنسان فيها تخليه يمشي في الطريق اللي ممكن ما كان مخطط له. بس بنقول الحمد لله إن الإنسان لساته عايش موجود بعد طبعا الظروف اللي عدينا فيها في سوريا. بتمنى إن شاء الله لكل أم أو أب أو كل إنسان فقد حدا ما شايفه أو ما بيعرف عنه شيء يلتقي فيه إن شاء الله. واللي توفوا الله يرحمهم. الله يرحمه. شكرا لك بابا. عذبناك. بتعرفوا انه هاي المرة الثانية بنصور فيها الفيديو، يعني اول مرة صورنا طفت الكاميرا وراح الفيديو من الشوب، يعني تخيلوا قد عم عذب ابوي. هاي ثاني مرة. هاي اول مرة انا بجي درجة الحرارة 42. كثير شوب تركيا عن جد، كثير شوب. حقيقة نحن كثير مشوبين وبابا متوتر على فكرة، هو هيك بالعادة يعني لاني شوب مشوب يا حبيبي والله. شكرا كثير والله، عذبتك كثير. مشكلة. وان شاء الله حنرجع نلتقي قريب. اكيد ان شاء الله. ونجيب بابا على دبي هيك، ناخده على برج خليفة ونخليه ننط من البرج. ان شاء الله. نط. انا بحب المغامرات والله، او من الطيارة. ما بتفرق، المهم واحدة نط. خلاص ان شاء الله، بس هيك نرجع نلتقى لانه انا اليوم مسافرة. هي مسافرة اليوم وانا للاسف رح اودعها، يعني ما بنعرف، ممكن ان شاء الله عن قريب نلتقي. اكيد ان شاء الله. بعد كم يوم انا رجعان طالع على المانيا. توصل بالسلامة حبيبي. الله يسلمك. وبس جايز، هذا هو الفيديو. ان شاء الله هيك يكون عجبكم. بعرف هيك الفيديو خفيف لطيف، والاسئله يعني اغلبيتها كانت نفس بعضها، هيك ما كنت قدرانه اطلع اسئله اكثر لانه كلها نفس الشيء، مكرره. وبس والله بحبكم كثير. لهم باي باي. باي. شكرا، بتمنى لكم السعادة دوما. وديروا بالكم علي. وصحيح، وديروا بالكم علي. عليها. ديروا بالكم علي. يلا الله يسلمك. شكرا بابا. الله يرضى عليك. الله يسلمك. باي.